فهمتي؟ وإلا تبين في داك الشيء اللي كتقول غديرو، لانك الا درتيه غتبان بانك صافي حرقتي كاع لي كارت اللي عندك، وبالتالي غتكون وصلتي للمرحله ديال ما قبل انك غتفليبا. فهمنا فين كنت؟ انا الا تبين في داك الشيء اللي غتقول ان شي واحد قال على سعيده برنوس ما خصوش يطلع تما، ولا ما بغيناش تما، ولا سعيده برنوس ينتمي الى الصهيو ماسوفونتوكولوجيا، الله يسامح خو ديال المغاربه. انا كنقول لكم اللي سبني، اللي عايرني، اللي شك فيا، اللي بغى يدير لي الصابون، اللي بغى يتيح لي المنصه، اللي بغى يحاربني، انا مسامحكم دنيا واخره. اقسم بالله الا كنقولها بكل مصداقيه وصدق، والله ما نلوم فيكم شي واحد، انا مسامحكم اي واحد فيكم، ماشي غير مع هذا تقزيع فين ما، انا والله ما عندي مشكل. وهاد المنصه هادي انا نهار غطلع لي زعزوع غادي نمشي بحالي، زعما ماشي انا ما وقفش على فيسبوك على تيك توك ولا، والله ما وقف عليها. غادي نرجعو نمشيو نديرو لايفات في اليوتيوب بيس. كاين هاد قال لك الراي المغربي، حتى انا الله يسامحها اجي الراي المغربي، اجي الحبيب اجي انت ما كتقول لنا راني هنا لا. فين كنا؟ يهدد بان شنو غادي ينشر، اش غينشر؟ اش غتنشر دابا مثلا؟ اش غتنشر كاع؟ اش غتنشر؟ اذا انا كنتحداك، انا كسعيده برنوس كنتحداك، واذا كنتي راجل واجه هاد جوج الناس، سعيده برنوس واسعد الشرعي. اذا كنتي راجل ما تهربش لهادوك اللي يفترض انك ما تهضرش عليهم، لانك تشاركتي معاهم، جي تلاقيتو، كليتو الخبز الملحه الطعام، تساريتو، ضحكتو، نشطو، وثقتم في بعضكم البعض. اذا ماشي رجله تهاجمهم ولا تعايرهم ولا تمن عليهم ولا تستد عليهم، ماشي رجله. شماته انت، شماته اكبر شماته شفتو في حياتي انا. شماته نشرحوا له شنو هي شماته باللغه العربيه، والله ما عرفت شماته شنو هي باللغه العربيه، ولكن كنتحداك اسعد شرعي، اذا بغيتي تواجه المغاربه اللي كيواجهوك واجه سعيده برنوس والراي المغربي. سير كل واحد منكم يحذرني من بعض، وانتم التلاميذ المشاكسين اطلع الخاص اللي عاملين فيها انكم كتله واحده وانكم على قلب الرجل الواحد. احنا ما راناش على قلب رجل واحد، احنا نمارس اختلافاتنا، نمارس شي مرات النزاق ديالنا، شي مرات كنخطاو، كنديروا المشاكل، كنخربقوا، ولكن نهار اللي غادي نلقاو شي مكلبن بحالك، شي كلب، انا كنقول لك كلب وكنعاود نقول لك انت كلب، لانك اللي كيتجرأ يوصف المغاربه بالبهيمه انا غنسميه كلب. نهار يجي شي كلب بحالك غادي نوليو على قلب واحد، هازك راه في التصويره ديال التواصل ديال الكلب ديالك، واش بان لك؟ سي نورمال، الاختلافات سي نورمال، كل واحد باغي يضرب على قراطو الله يعاون، كل واحد عنده فلسفته، عنده الرؤيه ديالو للاشياء، واحد كيبغي يطنس، واحد كيبغي كلاشي، واحد كيبغي يدير اللايفات نتاع المعلومات، واحد كيدير هادي، واحد كيدير هادي، فليتنافس المتنافسون. ارتكبوا خطا ديال ان شي واحد فيهم كتب ما قال لك علاش فلان وفلان وفلان وفلان، انا الله يسامح على ودك انت فاش اقول طايف من داخل مراكش ستتبخرون. جمعتم علي انا تجمعتم. اسعد الشرعي يا والله حتى نحمقوك وعقل على هضرتي. راه مازال جاي الفتره ديال التجاهل والمرحله ديال المقاطعه والقطيعه جايه داكشي غير دابا هادشي معايا انا. اما داكشي نتاع التنس اللي قال لك ياسير هذاك سحكم عاود الله يعاون.
هادشي معايا انا تمام. الشيخ محمد الفيزازي الشيخ ديالنا، الا كنتي انت بصح انت الشيخ ديالنا كل التحيه والتقدير، انت خليك بعيد الشيخ ديالنا. انا اقدر المداخلات اللي درتي، احترمك جدا واعزك جدا، خليك بعيد. نشوف انت ما تدابز ما تخاصم ما انت ما تموقفش كاع. الشيخ ديالنا على راسنا وعلينا، خلينا حنا نخرجوا له صباط الشيخ ديالنا صافي. غنهضر على راسي انا. ملي تلقاني درت شي حاجه ماشي شرعيه قولها لي شي مخالفه شرعيه علمني، قول لي سي سعيد هذا الشيء راه كاينه مخالفه شرعيه وغنسمع لك، وما دون ذلك خليني الشيخ ديالنا. ولكن انت خليك بعيد، خليك في داك الصوره الجميله والانيقه ديالتك. داك الود اللي عندك معاه انا احترمه. علاش؟ الناس اللي كتعرف بالحق ديال الطعام ديال الود ديال كذا، ولكن حنا الجهه غير خلينا الشيخ ديالنا الله يرضى عليك. والله انا بعدا خليني خليني انا السلام عليكم ورحمة الله، ليلتكم سعيدة. الله يبارك فيك، الله يحفظك أخي سعيد برنوس. مرحبا. لا الملاحظة، شوف ما أنت فيه وما أنت عليه فلا دخل لي فيه. فقط يعني أرجوك حاول ألا تذكر تلك الألفاظ اللي هي خايبة الحيوانات. لا واخا ما كتقولهاش يعني توحي إليها أو تحيل عليها فالناس يفهمونها. أنا بغيتك تبقى دائما الفوق، ما تهبطش لذاك بحال داك الاحتواء بالدارجة وبالعربية وهذا إلى آخره. يعني أمور أنا بغيت نبقى نشوف سعيد أبرنوس دائما الفوق، دائما. لك حق الغضب، لك حق الانفعال، لك حق الرد القاسي، لك حق لكن الله يحفظك ويبارك فيك. انت ريفي وانا ريفي، كتعرف حنا الوفاة الدم ديالنا الى سخن جي ربي عمر تمرنيسات ما واحد فهذا. ولا انا بالنسبه الي طبعا احفظ الود واحفظ كل شيء، لكن بكل صراحه اخي سعد عندما يصل الامر الى ان يقول الرجل التطبيع الذي يطبع بهيمة بن بهيمة ولو كان ملكا أو رئيسا أو لا، فأخلص انتهى الموضوع. يعني لا يمكن أن يعني الملح ممكن أن يعرض الواحد، ولكن يعني لا مجال. يعني كيف الآن أضع يدي في يد شخص يقول عن ملكي بهيمة؟ إذن الأمر لم يعد خلافا في الرأي بل خلافا في الثوابت. نتحدث عن التطبيع تأصيلا وتفصيلا ولنختلف. نتحدث عن الجنسية البريطانية تأصيلا وتفصيلا لا ولنختلف، ما في إشكال. لكن أن تصل لتقول محمد السادس بهيمة ولد البهيمة، اسمح لي، يعني أنت ما قلتش محمد السادس بهيمة حتى لا أتقول عليك، ولكن قلت بأن المطبع بهيمة بن بهيمة ولو كان ملكا أو رئيسا أو بالحرف يا سيدي قالها بالحرف. فهل يستطيع أن يخرج ملك المملكة المغربية من هذا السياق العام الذي تحدث فيه؟ هل يمكن أن يخرج من السياق التطبيع خيانة وكل مطبع خائن ولو كان ملكا أو كذا؟ هل يستطيع أن يخرج ملك البلاد من الخيانة؟ طبعا. إذا احنا الآن عندنا ثوابت، عندنا الدين والوطن وعندنا المؤسسة الملكية إمارة المؤمنين. كيف أنا أعتقد أن محمد السادس
أمير للمؤمنين ملك المملكة المغربية انعقد الإجماع المغربي على شرعيته، ثم نقول يعني بهيمة ابن بهيمة. ما هذا؟ ما هذا يا أخي؟ ولذلك أنا طبعا منهجي ما نقول له كلب، ما نقول له قرع، ما نقول له لقيط، ما نقول له ما نسبو لا هو ولا يماه ولا با ولا والو، أمه وأبوه على راسي وعيني. هو كشخص ما عندي معه إشكال، كلينا وتسارينا ونعسنا في الأوتيلات وشاركنا الحلوة والمرة وضحكنا وعاودنا النكات وما خلينا ما درنا، لكن ليس على حساب ثوابت الأمة، ليس على حساب ثوابت. أن أختلف معك في أي شيء، لكن أن تختلف يعني وفارق، ولكن بالتي أحسن. أنا نفرقك ما نفرقكش لأنك ما نعرفياش. أنا لن أغلظ عليه القول كما يفعل سعيد أبرنوس، وسعيد أبرنوس حر في منهجه وحق له ذلك. لا ليست لي عليه أي وصاية، بكامل الحرية، وله الحق في أن يغضب لملكه، له الحق في أن يغضب لملكه، وكل مغربي له الحق في أن يغضب لملكه. وأنا أقول من خلال هذا المنبر العظيم ديال سعد أبرنوس، أقول لأسعد الشرعي: أبعدت النجعة، أخطأت خطأ فادحا في ثوابت 40 مليون نسمة من المغاربة، ولا يمكن والحال هذه أن يستقبلك وأن يكرمك وأن يصادقك أو أن يرافقك أحد وهو يعلم أنك قلت في ملك البلاد بهيمة ولد البهيمة. لا يمكن، مستحيل. اللي يقدر يتلاقاه او يسلم عليه او يدير معاه شي جيست كما قلتي ولا يرافقه ويوري له الطريق، غيكون ما عارفش هذه القضيه، ما فراسوش هذه، ما عندوش اخبار تماما. ولذلك انا اقول للسي اسعد الشرعي: والله ليس بيني انا الفزازي محمد الفزازي، ليس بيني وبينك الا الخلاف فيما تعتقده وتراه في ثوابت المملكه المغربيه، وبالذات في ثوابت اماره المؤمنين. فهذا الذي احببت ان اقول اخي. شكرا. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا، الله يكبر بك شيخ محمد الفزازي، وتحياتي والله يحفظك. بالمناسبة هذا الحساب الثالث راه خاوي، طيحوا لي الاول وطيحوا لي الثاني، الاخوان يشاركوا شويه ماشي شويه بزاف نتاع لابونمون عند